كويس إن أنا أتكلم في البداية حتى أترك المجال واسعا أمام الدكتور عمر، لأن فعلا أنا محتاج إن أنا أسمع الدكتور عمر. والحقيقة بقى سعيد جدا بمناقشة الشاعر الكبير الأستاذ محمد الشحات زيك، وسعيد برؤية صديق العمر الشاعر الكبير فولاذ عبد الله الأنور. بالحقيقة ندوة مميزة وكلها محبة في محبة الشاعر أساسا. القراءة بعنوان حين يتمرد الظل على صاحبها، قراءة في ملامح ظل للشاعر محمد الشحات. الشاعر السبعيني محمد الشحات صاحب تجربة شعرية زاخرة، فالديوان الذي بين أيدينا هو الديوان 22 في مسيرته الشعرية التي بدأت عام 1974 بصدور ديوانه الأول الدوران حول الرأس الفارغ، الذي بشر ببداية شاعر متميز. ثم انشغل الشاعر لسنوات طويلة بعمله الصحفي حتى أصبح نائب رئيس تحرير مقدار أخبار اليوم. وفي السنوات القليلة الماضية أصدر هذا الكم الوافر من الدواوين، بالإضافة إلى صدور 3 مجلدات نقدية عن تجربته الشعرية. وهو قال لي إن في مجلد رابع بيجهزه يعني وكأنه يسابق الزمن أو يعوض السنوات الطويلة التي لم يصدر خلالها أشعاره، أو حتى زي ما قال العيد إنه بيدافع عن وجوده بالشعر نفسه، حتى أنه في الديوان الأخير كان يكتب يوميا. أنا لاحظت التواريخ الكتابة تقريبا كان يوميا يكتب قصيدة، أو مثلا كل 2-3 يكتب قصيدة. كان يكتب يوميا أو كل يومين قصيدة جديدة، محققا هذا الكم الكبير المشار إليه، وهو ما لم يتحقق لأي شاعر مصري أو عربي باستثناء أدونيس ومحمود درويش وسعد يوسف وعفيف المطر. عفيف 11 ديوان، يعني أستاذ محمد الشحات ضعف 11 ديوان. لكن سعد كتير، سعد دواوين كتيرة يعني. سعد كان ديوان كلها. يعني تقريبا 3 مجلدات سعدي على كل يعني. وبغض النظر عن إيجابيات ذلك أو سلبياته، دي مش مجالنا يعني، فإنني سوف أفرغ لقراءة هذا الديوان الجديد ملامح ظلي، وهو عنوان لافت ويعد عتبة أولى لتأويل الديوان ومقاربة تيماته الأساسية. فمن البداهة أن ملامح الظل هي نفسها ملامح الأصل. طب وما يكون ملامح الظل ملامح الأصل، ليه يقول ملامح ظلي؟ فده شيء لافت في العنوان. لكن الشاعر يفصل بينه وبين ظله يمنح هذا الظل حياة أخرى ورغبات مغايرة، ويقيم معه حوارا وأحيانا صراعا، مما أضفى على الديوان حيويته ودراميته. ويستدعي الظل الملازم للإنسان تيمة القرين التي شاعت في التراث الشعبي. عندنا في التراث الشعبي دايما يقول لك كل إنسان له قرين، وطبعا كل إنسان له ظل، فهو بيستدعي فكرة القرين دي. من هنا جاز للشاعر أن يجعل لهذا الظل ملامحه الخاصة. والشعر فن لغوي في الأساس، ولا يمكن الدخول إليه إلا عبر اللغة الخاصة التي تميزه عن النثر التداولي. وهذا ما يؤكده الشاعر حين يهدي ديوانه إلى حروف الأبجدية التي تمر بالقلوب فتخرج في صورة كلمات متدفقة رقراقة. واللغة الشاعرة عند شاعرنا ليست مقصودة لذاتها. في شعراء حتى من جيل السبعينيات خلوا اللغة يعني مقصودة لذاتها، بل لكي تصل إلى القلوب. عند محمد الشحات وفولاذ وشعراء كتير جدا اللغة وظيفية، يعني تستهدف شيء آخر مش مقصودة لذاتها، تصل إلى عقول وقلوب الآخرين. فالشعر عنده وظيفي بجانب كونه فنا جماليا. يبدأ الديوان بقصيدة محاوراتي مع ظلي، وصيغة الجمع
في محاوراتي تدل على تكرار هذا الفعل، فالشاعر في حوار دائم مع ظله إلى الدرجة التي تجعله راغبا بأن يخبره عما يحدث خلفه، يعني بيتمنى أن الظل يخبره إيه اللي بيحدث من ورائه، حين يقول كنت أحاول أن أترك ظلي يجلس خلفي كيما يرقب ما يجري حتى حين أعود إليه فيخبرني. وكأنه عين أخرى للشاعر. لم يعد الظل هنا تابعا أو قرينا، بل حارسا لصاحبه يخبره بما يجهله. وللظل كما ذكرت رغباته الخاصة التي تتمايز عن رغبات الشاعر. إنه يود الانطلاق والتحرر، الظل بيود الانطلاق والتحرر، بينما يتقيد الشاعر بقوانين واقعه. الظل مغامر حتى لو أفضى به ذلك إلى الضياع. يقول حين جلست على شاطئ نهري لمح الظل ملامحه فوق الماء فقاومني كي يهبط، وارتسمت في عينيه طيور الفرحة فغافلني كيما يسبح فوق الماء، وأشفقت عليه وحين اهتز الموج وضاع الظل فعدت. ومن الواضح أن نهايات هذا الظل، أنا لاحظت حاولت أعمل استقراء كده لنهايات الظل، يعني بينتهي لإيه؟ تنحصر في الضياع مرة زي ما شفنا هنا كده، والاستسلام أو التعرض للقمع. يقول مثلا بعد أن خرج الظل عن المألوف افتعل الظل مشاكسة، أوقعه ضوء المصباح وحاول أن يخنقه. الضوء طبعا حتى في الشكل الطبيعي الضوء في صراع مع الظل دائما، وحاول أن يخنقه. لاحت في الأفق هزيمته فأعلن ظلي رغبته كي يستسلم ويعود من حيث أتى. وبسبب هذا التمرد والإصرار على الخروج منفردا يتعرض للقمع حين أوقفه الشرطي وأجلسه كي يتفحص أوراق هويته: من أين أتيت وكيف خرجت؟ لا يمكنك التجوال بمفردك. وكبله أدخله في قلب الظلمة كي يحبسه. دائما في لعب على فكرة الظل والضوء والظلمة. وتظل تيمة الزمن رئيسية في هذا الديوان، والملاحظ أنه زمن مرتبط بحركة الطبيعة. أحمد فرحات بحركة الطبيعة. يقول عن ضياع الظل المتزامن مع غياب الشمس: ما إن غاب شعاع الشمس. طب شوفوا كده مين يعني في النقد السردي في نوعين، او النقد عموما يعني في نوعين من الزمن: اما زمن طبيعي اللي هو مرتبط بحركة الطبيعة، او زمن رقمي مرتبط بالساعة. هنا الزمن عند محمد شحات في هذا الديوان هو زمن مرتبط بحركة الطبيعة. يقول عن ضياع الظل المتزامن مع غياب الشمس: ما إن غاب شعاع الشمس حتى ضاعت كل ملامحه. ويعبر عن المعنى نفسه بقوله: كنت أحاول أن أسبقه، يقصد الظل، فلم يلحقني، وتعثر حين وقفت فلم ألمحه حين اختفت الشمس. كما أنه يجعل من الماء، وهو عنصر طبيعي أيضا، الدواء والداء في الوقت نفسه، حين يقول: اندفع الماء كجلمود أخذت دفقته بغصته فاستحسن طعم الماء، تمنى لو أمكنه أن ينتشر بداخله كيما يحيي ما أفسده الدهر، وحين امتلأ أحس بأن الماء سيغرقه. يبقى الماء هنا بقى له الوظيفة ونقيضها. وتتحول الحياة اليومية إلى صور متعددة من القمع. هذا ما نجده في قصيدة ملامح من الحياة اليومية، حين يوقف الشرطي، برضو تيمة الشرطي تاني مرة تانية، حين يوقف الشرطي الشاعر ويجرده من أوراقه حتى أصبح بلا اسم وبلا محل ميلاد، ثم يطلب منه هذا الطلب المستحيل: نزع محل الميلاد وأوكل لي أن أحصي حبات الماء بكوب الشاي، ولو أمكنني أن أفصل ما ذاب به ليفك الحظر ويمضي. طبعا طلب مستحيل، فمعنى كده أنه لن يفك الحظر عنه. وإزاء هذا الواقع المرير الذي يطارد الشاعر،
يلجأ إلى ماضيه وتجاربه العاطفية، لكنه أيضا لا تسعفه في الخروج من حالته. يقول: اشتم روائحها فانفتح القلب وخرجت، فتبسم واستشعر دفء مشاعرها. لم تسأله كيف تحمل أيام الهجر، تحسس ما أمكنه من ماضيه، فاختمر بداخله بركان مشاعره وأوشك أن يخمده. وفي هذه الحالة الحالمة العابرة، هي حالة عابرة، يرتد إلى الواقع حيث جاء صرير الباب حثيثا ونداء صغيرته يتبعه كي تخرجه. ومع ذلك يظل العشق هو الملاذ الأخير في مواجهة هذا الزمن. يقول في مشاكسات لا تنتهي: أوصاه النادل أن يكثر من شرب الماء وأن يتمهل في مشيته كي يستمع لأصوات النسوة، وأخبره بأن تجاعيد الزمن قد امتلكت كل ملامحه، وأن مداومة العشق ستنجيه. ممكن بقى مداومة عشق النساء، مداومة عشق الشاعر، أي شيء، المهم أن حالة العشق دي هي المنجية. ومن المعروف أن القصيدة الحديثة قد سعت إلى الاستفادة من تقنيات الفنون الأخرى مثل المسرح والسينما والفنون السردية، وهذا ما نلحظه في قصيدة مشاهد من رحلة لم تنتهي، حيث يقسمها الشاعر إلى مقاطع يعنون على التوالي بنهار خارجي ونهار داخلي، مستفيدا بذلك من فن كتابة السيناريو. كما يبدو التأثر بالسيرة الذاتية في قصيدة هل مررت من هنا، فالضمير هنا هو ضمير المتكلم، وصيغة السؤال تبدو كما لو كانت مونولوجا داخليا، وترصد القصيدة تغير الزمن وضياع ما يدل على حركة الشاعر داخل المكان. يقول: بحثت جاهدا في سيرتي عما يشير أنني مررت من هنا، وأنني مكثت فوق الأرض ما مكثت وسوف أبقى تحتها، فلم أجد إشارة أو بصمة تدل أنني كنت هنا. وتحتل البنية السردية مساحة واضحة في هذا الديوان، ويمكن أن نمثل لها بقصيدة الهروب من الحلم، ولهذا تكثر الأفعال الدالة على الحدث في هذه القصيدة: حاول، سقط، خاف، أخفاها، دخل، بدأ، تلاطم، كلها أفعال حدثية. والديوان يحوي نزعة روحية واضحة حين يستدعي الشاعر قصة يونس مع الحوت في قصيدة ملجأ يحتوينا. وفي قصيدة ملجأ يحتوينا نكتشف أن هذا الملجأ هو المسجد، بوصفه مكانا يقربنا إلى الله ويدخلنا في الأجواء الروحية. يقول: على باب بيتك حين وقفت بكيت، فقد أغلقوه منعت، فيا غصة في الفؤاد المآذن خاوية، وها هو صوت المؤذن حين يعانق كوف الفضاء يعود ليرتج. وهكذا تتعدد رؤى هذا الديوان وتقنياته الفنية التي تدل على خبرة الشاعر وامتلاكه لأدواته الفنية. فشكرا للشاعر الكبير محمد شحاتة. شكرا محمد سيد إسماعيل. طبعا دكتور محمد تطرق لمناطق مختلفة من يعني البنية الشعرية عند محمد الشحات في هذا الديوان ملامح ظلي، منها فكرة الصورة اللي هي الصورة مش الصورة المتعارف عليها، ولكن هي الصورة اللي بتنحو منحى يعني مأخوذة من الذات والطبيعة والزمن، اللي هو بردك مش فكرة الزمن الدائري يعني أو الزمن المتعارف عليه، ولكن الزمن المستمد من الحياة ذات نفسها كمان ومن المعايشة.